السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم عن بعض الأمراض التي تصيب طائر الكروان والمعاكيف بشكل عام. أولا، هناك مرض يأتي من الأهل ويصيب الفراخ ويسبب لها موتا محتما عند تفاقمه، هو مرض الكنكر. مرض الكنكر كيف أنا بعرف أن الفرخ عندي معه كنكر؟ بتلاقي على الفرخ تجبلات عند حرف المنقار هون. قد تظنها في الوهلات الأولى أنها بقايا طعام، لكن عندما تمسكها وتجسها ستكتشف أنها قاسية جدا. هاي التكتلات أخي بتسكر مجرى الأكل، وحتى بتسكر المنقار على الآخر، بتصير المنقار كأنه ملزق باللزيق بس من الداخل. كيف بعالج هاي الشغلة؟ أولا ممكن أنا أعالج الأهل إذا لقيت هيك، وإذا الفرخ في مرحلة متقدمة بعالج الفرخ، ما في مشكلة. العلاج أخي بدك تجيب نكاشة أذن وغرغرة فموية اسمها من الصيدلية البشرية، عيارة. هلا بكتب لكم عيارة بالتعليقات. مهم بالصيدلية البشرية اسمه غرغرة فموية. بيجي للأهل بمسكهم وبنزل نكاشة الأذن بالغرغرة الفموية، وبحط عند فتحة الأنف نقطة هون ونقطة بتاعنا فتحة. أوكي. بعدها بفوت نكاشة الأذن بقلب بدها تفوت نكاشة الأذن لجوا لحتى تنظف الحلق كله. تفضل أخي، شايف هلا فاتت نصها لجوا. أوكي. بعدها بنظف المنقار من جوا هيك. الفم بشكل عام بنظفه لحتى الميكروبات والجراثيم اللي هو كأنه مرض طفيلي. نهارين بدهم معالج الأهل حوالي 4 أيام. أوكي. هلا رح نحكي كمان على أهم الأمراض اللي تصيب الكروانات أو طيور الزين بشكل عام. أخواتي، المرض الأول تقريبا هو الأكثر شيوعا، هو مرض الإسهال. مرض الإسهال أخي ومشكلتنا معه مع المعاكيف بشكل عام، إن المعاكيف ما بتشرب مي. ماشي. المعاكيف شربها للمي كثير قليل بالنسبة إذا قستها للكنارات، فأفضل حل إنك تبلع الطير الحب تبليع. المرض الثاني هو مرض التهاب الأمعاء. طبعا بتلاقيه براز مختلف. بتلاقي البراز لونه على سواد، بتلاقي البراز لونه على أخضر غامق. والمرض الثالث هو الذي يصيب مثل الرشح، يصيب الجهاز التنفسي. هلا نحن بالنسبة لسوريا أنا عم استخدم دوايين وإن شاء الله أمورهم تمام. راح أكتب لكم أساميهم بالتعليقات مشان ما حد يفكر إنه عم نعمل دعاية للشركة. بنرجع شلون أنا بدي أعطي الفرخ أو الأهل كمية دواء مناسبة. أخي الشركة عمل لك عنا حب عند حب حبوب يعني، فأنت رح تحط الحبة بمنقار الطير. رح نشرح بالفيديو شلون. بس أول شيء لازم تكون حاطط نكاشة الأذن بقلب مي مشان تسهيل دخول الحبة لجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي هي الطير، شو بساوي انا؟ بفتح منقاره. طبعا الطير هون اليف، اذا طيرك وحشة بعض بدك تكون لابس كفوف، بدك تكون مأمن حالك يعني. بفتح منقار الطير. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي انا اول شغلة هي الحبة. اخواتي حبة زرقاء، بس ما من هذيك الزرقاء، حبة زرقاء. اوكي. ونحطها جوا. هاي هلا صارت جوا تم الطير. اوكي. ونسكره. ما عم يرضى يبلع. هلا صارت جوا.
هاي نكاشة أذن مبلولة بالماء ومنتفشها لجوا فيها. أنا عم حاول تبين علي على الكاميرا أخواتي، بدها تفوت لجوا كلياتها. نكاشة الأذن بدها تفوت توصل الحبة بدها توصل للحويصلي، لذلك أنا بدي أفوت نكاشة أذن تقريبا نصها. بعدها أخواتي ببرمة شوي صغيرة مشان ما تلزق بالحبة وبسحبها. أمور بخير، الحبة انبلعت. برجع بكره راح اكتب لكم بالتعليقات التركيبة الدوائية تبعية الدواء، والتركيبة الدوائية تبعية دواء الإسهال ودواء الدواء التنفسي والدواء التهاب الأمعاء بيجوا دواء واحد، هو هذا اللون الأزرق. بالنسبة لدواء الإسهال كمان راح أكتب لكم اسمه، كمان جيد الدواء. كمان راح نحكي اليوم على موضوع التسييف عند الطائر وشو سببه. التسييف عند الطائر بيكون بسبب الطائر تعرض لمرض قوي، لذلك أدى إلى تسييف الطير وإلى ضعفه. يعني التسييف هو الضعف. التسييف أخي مانو مرض. التسييف هو عبارة عن بسبب المرض الذي أصاب الطائر. التسييف في صدر الطير، صدر الطير لازم يكون هيك. صدر الطير لازم يكون هيك، بجوز هيك بين على الكاميرا. التسييف يصير هيك الطير، بتحس انه الصدر هون، بتحس انه صار لما بتلمس عليه الصدر هون، لما بتلمس على صدر الطير بتلاقي العظم نابقة لبرا، عظمة الصدر بارزة. يعني هذا تسييف او ضعف الطير، سببه المرض اللي اصاب الطير. هلا شلون انا برجع بسمن الطير تبعي بخليه يرجع بقوته؟ في 3 مواد مهمات كتير لحتى انك تسمن الطير. اول مادة هي الذرة الصفراء او نحن بنسميها بسوريا العرانيس. هاي ممكن تقدمها مبشورة، تقصها وتبشرها، او ممكن تقسمها شقف اذا ممكن تقسمها قطع صغيرة، واذا الطيرة كبير ممكن تحطها بياكلها على حال الطير. وانا بفضل تقدمها نية، لان العرانيس النية بتطول اكثر، ما بتخرب يعني، ما خاصة بايام الشوب. المادة الثانية هي الشوفان اخي. الشوفان الطيور بده يكون بالنسبة للمعاكيف بده يكون الشوفان حب كامل، وليس هلا في عنا بسوريا بقول لك شوفان مقشر مقشور او مقسوم، ما بيناسب هذا. بدك تجيب شوفان حبة كاملة. المسألة الثالثة اللي ممكن تستفيد منها كثير وكثير بتستفيد منها هي الآ 21 خلطة التزقيم تبع الفراخ. هاي ما شاء الله يعني فعلا عن تجربة ممتازة لحتى انه الطير يرجع لصحته ويرجع ترجع له السمنة تبعته، او يعني يرجع الصدر يرجع مثل ما كان. اخي انت بس بكفي انك تعطيه 5 سم بالنهار، تعمل الخلطة وتزقمه 5 سم بالنهار. بده تزقيم نظامي يعني تفوت او تحط له طريق في فيديوهات الشارح عن التزيين طريقتين، يا اما داخل الحويصلي تفوت السلم داخل الحويصلي، او الطعمية بحرف المنقار نقرة نقطة. بتمنى اذا عجبكم الفيديو تعملوا اعجاب، تشتركوا بالقناة، نتشرف فيكم ونكبر فيكم اخواتي، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير انتم وطيوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.